الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ. حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات. مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. رسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة لك شيخ. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع التعليق على مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر الفوائد والمسائل والأحكام، أو ذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام، وما زلنا في كتاب العلم. وقفنا عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا، ثم يتلو إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. هذا الحديث تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله أكثر أبو هريرة أي الناس يقولون بأن أبا هريرة أكثر من رواية الحديث. قول أبي هريرة لولا آيتان يعني خشية كتمان العلم، لأن الله تعالى ذم في هاتين الآيتين من يكتم العلم. قوله يشغلهم الصفق يعني أن المهاجرين كانوا يشتغلون بالبيع والشراء، وأما الأنصار فكانوا يشتغلون بالتجارة. بشبع بطنه يعني على شبع بطنه، بمعنى أنه فرغ نفسه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه الثاني في هذا الحديث أهمية حفظ العلم، فلقد كان أبو هريرة راوية الإسلام، فهو حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يحفظ غيره. وهناك أسباب سنذكرها في الأحاديث القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. الوجه الثالث فيه ضرورة اغتنام العمر بالعلم وبحفظه وبالعمل بهذا العلم. والوجه الأخير بأن أبا هريرة إنما قال ما قال ليس على سبيل التفاخر، وإنما قاله على سبيل بيان سبب كثرة روايته للحديث، وهذا أمر يجوز للإنسان أن يظهره إذا احتاج المقام إلى ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. قال: ابسط رداءك، فبسطته. قال: فغرف بيديه، ثم قال: ضمه، فضممته، فما نسيت شيئا بعده. هذا الحديث تحته مجموعة من الفوائد والمسائل والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قول أبي هريرة حديثا كثيرا فأنساه. النسيان هو الذهول عن الشيء حال الحاجة إلى تذكره، وبعضهم يفرق بين السهو وبين النسيان، فيقولون السهو ذهابه عن الحافظة فقط ثم يتذكره الإنسان بعد ذلك، وأما النسيان فذهابه من العقل والحافظة. قوله ابسط رداءك يعني افتح ثوبك. قال: فغرف بيديه أي غرف النبي صلى الله عليه وسلم بيديه الشريفتين. قيل بأنه غرف من التراب ووضعه في ثوبي أبي هريرة.
ثم قال ضمه إلى صدرك، قال ضمه إلى صدرك. الوجه الثاني، اشتمل هذا الحديث على ضرورة على أهمية الدعاء بعدم نسيان العلم. فأبو هريرة رضي الله عنه كان ينسى ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، ثم إنه طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو له، وهذا من التوسل المشروع الجائز، فلقد توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه الثالث، اشتمل هذا الحديث على معجزة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا لأبي هريرة رضي الله عنه أصبح من أكثر الناس حفظا لأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. هذا الحديث اشتمل على مجموعة فوائد ومسائل وأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله حفظت وعاءين، الوعاء طبعا هو الظرف الذي يحفظ فيه الشيء، مثل ما قال جل وعلا: ثم استخرجها من وعاء أخيه. والمقصود بالوعاءين هنا يعني من العلم. وقوله فأما أحدهما فبثثته، يعني هذه الأحاديث التي نشرها وبثها أبو هريرة رضي الله عنه، المشتملة على الأحكام الشرعية والمسائل العلمية. وقوله وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. قال أهل العلم أراد أبو هريرة رضي الله عنه من القسم الآخر ما يتعلق بأخبار الفتن وما يحصل بعد ذلك، ولذلك كتمه رضي الله عنه. الوجه الثاني، طبعا هذا الحديث فيه بيان فضل أبي هريرة رضي الله عنه، وأنه راوية الإسلام، وأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، فكان من أكثر الصحابة حفظا للحديث، ولقد تفرغ لحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبثه بين الناس. الوجه الثالث فيه بيان مشروعية بث العلم ونشره بعد حفظه وإتقانه، ولذلك العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الوجه الأخير فيه بيان جواز كتمان العلم لحاجة، وذلك إذا ترتب على بثه ونشره فتن فإن المشروع كتمان العلم. أكتفي بهذا القدر، ونكمل في اللقاءات القادمة بإذن الله. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة. يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. عن هذه المكالمة أخ راشد، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ راشد، تفضل. حياك. أنا بقول شو اسمع بعد الصلاة، الذكر بعد الصلاة هذا اللي هو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، اللي هو يعني تكمل 100 مرة. نعم. تكمل لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نعم. أنا أقول لو زدت عليه يعني استغفر الله ولا إله إلا الله 33 مرة كل واحد، هذا يخالف السنة ولا؟ إن شاء الله. جزاك الله خير أخ راشد، تسمع إن شاء الله الرد. نعم. سؤال أخ راشد، فضل الشيخ يقول بالنسبة له بعد الصلاة الذكر الوارد أن يسبح الله 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويأتي في تمام 100 بلا إله إلا الله. فيقول إذا زدت أنا واستغفرت 33 مرة وقلت لا إله إلا الله 33 مرة، هل فيه شيء؟
الحمد لله. إذا كان الأخ السائل يقصد الذكر الذي بعد الصلاة، وردت مجموعة صيغ للذكر بعد الصلاة، وهي مثلا أولا التسبيحات 10، يعني يقول سبحان الله 10، الحمد لله 10، الله أكبر 10، هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الصيغة الثانية أن يقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، ثم يقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الصيغة الثالثة أن يقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34، هذه تمام 100. والصيغة الرابعة أن يقول سبحان الله 25، الحمد لله 25، لا إله إلا الله 25، الله أكبر 25، هذه 100. هذه الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك طبعا صيغ لا يصح فيها الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقضية الاستغفار الذي قاله الأخ لا محل له بعد الصلاة بهذه الصيغة وبهذا التوظيف، وإنما يستغفر الله 3 مرات بعد السلام مباشر. حديث مسلم، حديث ثوبان وعائشة، أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة بعد ما يسلم يقول استغفر الله 3. بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688 وتسأل تقول كيف تتعامل الزوجة مع زوج لا يحترمها؟ الحمد لله. طبعا بالنسبة لما بين الزوجين من العلاقة جاءت الشريعة فاستهدفتها بالتوجيه وبالإرشاد وبالأمر، ولذلك الأصل في العلاقة بين الزوجين أن تقوم على المعاشرة بالمعروف. قال جل وعلا وعاشروهن بالمعروف، وقال جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. الله جل وعلا جعل الزواج والتقاء الزوجين آية من آياته. قال جل وعلا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل جل وعلا هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. لذلك الواجب على الرجل أن يحترم امرأته، والواجب على المرأة أن تحترم زوجها أيضا. بهذا تستقيم الحياة الزوجية. أما إذا كانت الحياة الزوجية قائمة على السباب والشتائم ويعني شيء من هذه الأمور، فأعتقد بأن النهاية الفشل. ولهذا واجب على الزوج أن يتقي الله في امرأته، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم وصى الأزواج، والوصية هذه العجيب أنها كانت في حجة الوداع، يعني النبي عليه الصلاة والسلام توفي بعدها يعني شهرين أو شهر وكذا، شهرين وأيام، وهي ألا فاستوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ثم بين الحقوق بين الزوج وزوجته. وحقيقة يوجد من الأزواج يعني من لديه خلق ورثه إما من بيئة معينة أو من أسرة مثلا تمارس مثل هذا النوع من يعني الشتائم وكذا، ويقول أنا هكذا عشت، وهذا غير صحيح. يعني الإنسان ينظر إلى الناجي كيف نجا ولا ينظر إلى الهالك كيف هلك. الإنسان يجب عليه أن ينعتق عن كل ما يسخط الله ويغضب الله سبحانه وتعالى. وكما أنه تعود على السباب والشتم، كذلك يجب عليه أن يتعود على يعني ذرابة اللسان وحسن المنطق. الله تعالى يقول وقولوا للناس حسنا، ويقول جل وعلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. ولذلك أختي الفاضلة وجهي زوجك وأرشديه وعلميه وقولي له بأن هذا لا يجوز وحرام، وهذا ينعكس على مسيرة الأسرة هذه. فالأسرة هذه مهددة بالانهيار والفشل إن هو استمر على مثل هذا، لأنه ليس من المعقول أبدا أن تعيش امرأة مع زوج يشتمها في الصباح وفي الليل، أو يلعنها في الصباح ويلعنها في الليل. مو معقول. يعني اللعان والسب والشتم هذا كله ليس من أخلاق المؤمنين عموما. وما بين الزوجين يجب أن يكون هناك احترام متبادل. بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة. يمكنكم المشاركة عبر الرقم 60055 1688 رسالة نصية
القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. يقول فضل شيخنا، يقول: هل معاصي الخلوات دليل على النفاق عند الشخص؟ الحمد لله، بالنسبة لمعاصي الخلوات ليست دليلا بإطلاق على نفاق الشخص. صحيح بأن المنافقين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، ويظهرون للناس بمظهر المسلمين المؤمنين، وأنا أقصد بالمنافقين الخلص الذين نفاقهم اعتقادي. لكن المسلم قد يعصي الله عز وجل في الخلوة كما يعصيه في الجلوة، ولهذا يعني الإنسان نعم يتهم نفسه ويلوم نفسه ويعذر نفسه، لكن أن يحكم على نفسه بالنفاق لا، وإنما واقع في شعبة من شعب المنافقين، في صفة من صفات المنافقين، على أن الإنسان ينبغي له لا يعني يقطع زمانه ويمضي وقته في مثل هذا الأمر إلا على سبيل اللوم وعلى سبيل التأنيب لنفسه حتى يترقى في مدارج الكمال. بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل هناك من المعاصي تكون سبب في عذاب القبر؟ الحمد لله، الجواب نعم. أغلب المعاصي يعذب الإنسان فيها في قبره في عالم البرزخ. هناك معاصي يعذب الله عز وجل عليها الإنسان، مثلا النوم عن صلاة الفريضة حتى يخرج وقتها، هذا يعذب في عالم البرزخ، وهو بحجارة، ملك يعذبه بحجارة يضربه على رأسه حتى ينثلق رأسه ويتدهده الحجر، ثم يأتي بالحجر مرة ثانية فينطبق الرأس، وهكذا كما في الصحيح. عندنا الذين يفطرون قبل تحلة الوقت، يعني كذلك يعلقون من عراقيبهم وأشداقهم تسيل دما. المغتاب أيضا، المغتاب يخمش صدره ولسانه بمخالب من نحاس. بالنسبة لمانع الزكاة يسلط الله عز وجل عليه ثعبان في قبره ينهشه بلهمزتيه إلى يوم القيامة. بالنسبة للنمام، هذا يعذب في قبره والعياذ بالله عذابا شديدا. الذي لا يستنزه من بوله أيضا يعذب عذابا شديدا. وهكذا يعني أصناف المعذبين في عالم البرزخ كثر جاءت بها الأحاديث. كل معصية يعذب على الإنسان إن هو لقي الله عز وجل ولم يتب منه، إلا أن يشاء الله عز وجل مغفرة ذنبه. بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، تفضل. الله يحييك ويبجيك، مساكم الله بالخير والنور سيك بالنور والعافية، تفضل. أحيي أو أتقدم التحية لفضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان، ولك شخصيا وجميع الأخوة المستمعين والمشاهدين. جزاك الله خير. سؤالي فضيلة الشيخ في الإحرام للعمرة أو الحج، الله يسلمك، الله يرزقنا ويرزقكم إن شاء الله عمرة إن شاء الله عاجلة. آمين. اللبس الله يعزكم، الخفين، الله يعزكم، الصندل اللي هو الصندل اللي يعني معروف شكل الصندل. نعم. هل هذا الصندل يمكن نعتبره من الخفين، يعني مثل الله يعزكم النعال او الخف اللي يباع الان حول الحرم؟ والسؤال الثاني فضيلة الشيخ، في الحين يباع اللي هو الإحرام اللي يكون فيه مثل أزرة، ولكن هي أزرة كبس، يعني ما فيها خيوط ولكن أزرة كبس، يعني سواء كان الرداء أو الإزار، يعني تلفه حول وسطك وفي مثل ما نقول عقمة أو زر. نعم. كبس. هل هذا يجوز لبسه أو أنه يكون الإزار العادي، يعني مثل الوزار اللي يلف ويربط حول الوسط والرداء كذلك؟ إن شاء الله. جزاكم الله جزاك الله خير. الله يحفظك محمد، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. عبد الله، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. عبد الله، تفضلي. الله يسلمك. أقول لك أنا نايمة وحلمت حرمة،
حرمة، وأنا نايمة حلمت الحرمة والحرمة. يوم ما كلمته خطفت أدانه. تسألين أم عبد الله عن تفسير الرؤيا أو الحلم أيوة. أو المنام؟ لأن أيوة. البرنامج ليس لتفسير الرؤيا يعني. نعم. إذا كان هناك سؤال في الفقهي أو الشرعي. جزاك الله خير أم عبد الله. نجيب فضل الشيخ سؤال أبو محمد يسأل عن حكم لبس الحذاء المعروف بالصندل اللي هو سيور ومفتوح. فيقول فضل الشيخ هل يجوز للمحرم أن يلبس مثل هذا الحذاء؟ الحمد لله. طبعا بالنسبة للمحرم يحرم بنعلين، كما أنه يحرم بإزار ورداء كذلك بنعلين، والأصل أن يحرم بنعلين مفتوحين، ليس مثل الأحذية أو المغطى جزء منها. لكن إذا كان الحذاء مثلا يحتاجه المحرم وهو من الصندل اللي هو له سيور ويظهر أكثر القدم، أغلب القدم يظهر، لا حرج في ذلك. أما إذا كان يغطي أكثر القدم فأنا أنصحه بعدم استعماله، وذلك للخلاف الموجود عند العلماء، فجمهور أهل العلم يمنعون ذلك. هناك من الفقهاء من يجيز هذا إذا كان تحت الكعبين، كما حصل في مسألة الخفين، قال وليقطعهما أسفل من الكعبين، فالاحتياط ترك هذا. نعم. بارك الله فيكم. فضل الشيخ أيضا يسأل عن حكم لبس إزار ورداء في له يقول أزرار، ولكن يقول من غير خيوط. الحمد لله. هذه أيضا من النوازل، وهي أن هناك بعض الأردية وبعض الأزر والأردية أيضا هي لها أزرار. هل هذه تعتبر من المخيط أم لا؟ قولان. جمهور العلماء المعاصرين يذهبون إلى أنها في حكم المخيط. هناك من العلماء يقولون لا، هذا ليس من المخيط، هذا أشبه بشبك طرفي الرداء بمثلا دبوس أو بشيء مثلا أو بأمر معين. عموما أنا أنصح بالابتعاد عن هذا خروجا من الخلاف، لكن لو حصل فيما يظهر والله أعلم أن هذا ليس هو لا يكون في حكم المخيط، لأنه غير مفصل على الأعضاء. وجود مثلا الأزرار هذا لا يجعله في حكم المخيط. ومن قال أنه يصبح مثل التنورة أخطأ. طبعا التنورة هذه خاصة بالنساء وليست بالرجال، فلذلك لو صنع المحرم لا حرج، مع أن أنا أقول بالاحتياط، وهو أن لا يفعل هذا. بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسائل النصية القصيرة. يسأل عبر الرقم 6688 يقول توضأت للصلاة ثم تقيأت، هل أعيد الوضوء؟ الحمد لله، وضوءك صحيح. فإن الراجح من أقوال أهل العلم أن التقيؤ أو القيء ليس ناقضا للوضوء، فوضوءك صحيح، لكن تغسل فمك لغرض تنظيفه مما دخله. أيضا يقول فضل الشيخ هل من علامات حب الله عز وجل كثرة الابتلاءات أم أن المؤمن موفق من الله محفوظ منه؟ ويسأل يقول أين يذهب الأطفال الصغار بعد موتهم؟ الحمد لله. بالنسبة للابتلاءات هذه سنة كونية قدرية في الخلق والعباد، لا يسلم منها نبي ولا عالم ولا ولي صالح. هذه سنة في الخلق والعباد، ولذلك يفترق المؤمن عن غيره بأن المؤمن يحتسب الأجر في ذلك، ويعلم بأن الله تعالى إنما أراد من ابتلائه تكفير سيئته وتعظيم حسنته ورفع درجته. وأيضا فيها من الدروس والعبر الشيء الذي ينتفع به المسلم، يعرف إن رسائل من الله عز وجل، بخلاف غير المسلم فإنه يجزع لذلك ولا يفسر هذه الأشياء تفسيرا إيمانيا. هذه نعمة من نعم الله، فالمؤمن يختلف عن غيره في تفسير مثل هذه الأشياء والتعاطي والتعامل معها. بالنسبة لأطفال غير المسلمين، هذه من المسائل الشائكة التي حولها خلاف القديم والحديث، ومن أهل العلم من قال بأن هذه من عضل المسائل،
ولكن عموما يعني المسألة فيها خلاف، منهم من قال يلحقون بآبائهم، ومنهم من قال يلحقون بالمسلمين، ومنهم من قال بأنهم هم دعاميص الجنة الذين يخدمون أهل الجنة، وشيء من هذا القبيل. بارك الله فيكم الشيخ. هنا تسأل عبر الرسائل النصية القصيرة، تقول: هل يجوز للمرأة المحرمة للعمرة والحج أن تلبس حذاء يغطي الرجل كاملا مثل الجوتي؟ الحمد لله. بالنسبة للمرأة تختلف عن الرجل في مسألة محظورات الإحرام، فالمرأة يجوز لها أن تلبس المخيط، بل يجب عليها أن تلبس المخيط وأن تغطي قدميها وأن تلبس الحذاء. هي ممنوعة من شغلتين فقط: النقاب والقفازين. المرأة المحرمة ما تلبس النقاب الذي يغطي الوجه ما عدا العينين، هذا النقاب اللي هو مثل البرقع، ولا تلبس القفازين وهما قماش الكفين الذي يوضع في أصابع اليدين. أما الباقي نعم فتستر سائر بدنه، ومن هذا لها أن تلبس الأحذية. بارك الله فيكم فضل الشيخ. نعم، معنا أخ مصبح، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ مصبح، تفضل. حياك الله وسلم على الشيخ. الله يبارك. طال عمرك، بخصوص السعي، في ناس عنده اللي يسمونها الفلات فوت في القدم تحت، يعني ما يقدر يمشي على السيراميك، فلازم يحط شيء حتى انها تستوي ريله. فهل يجوز يلبس اي شيء يعني يحل مسألة الفلات فوت هذا، كان عال او دلاغ او اي شيء؟ جزاكم الله خير. تقصد في للمحرم؟ المحرم طبعا. ان شاء الله ان شاء الله. جزاك الله خير. جزاك الله خير اخ مصبح، تسمع ان شاء الله رد. نعم فضل الشيخ، معنا مكالمة. نعم، سؤال الأخ مصبح فضل الشيخ يقول: بالنسبة للمحرم إذا كان يقول عنده في رجله ما يسمى ب الفلات فوت، فيقول فضل الشيخ في بعض الأحيان لا يستطيع أن يلبس يعني إلا حذاء معين، فيقول: هل يجوز له أن يلبسه في حال إحرامه للطواف والسعي؟ الحمد لله. إذا كان تحت الكعبين وهو يعتبر من الأحذية الطبية فيترخص له بما ذهب إليه بعض الفقهاء من جواز ذلك. حتى مسألة قطع الخفين دون الكعبين قيل بأن هذا منسوخ، لكن إذا احتاج واضطر إلى ذلك لا حرج. أما إذا كان يغطي الكعبين أو كان غير محتاج وفعل هذا لا بأس، عمرته صحيحة، لكن عليه الفدية. نعم. بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسائل النصية القصيرة. تقول: بعد سوء تفاهم بسيط بيني وبين زوجي بدأ يعاقبني رغم أنه هو المخطئ، فتقول: بدأ لا يكلمني رغم أني أحاول أن أقترب منه وأطبخ له كما يريد وأنظف المنزل كما ينبغي، ولم أخرج قط بدون إذنه، ومتحجبة وأتبع أوامره وأخاف أن يزعل. فأريد منكم النصيحة، لأنه رغم كل هذه الأمور لا يحترمني وهمه أن يسيطر علي. هل هي نفس الأخت السابقة؟ امرأة أخرى. والله هذا محزن. عموما الحمد لله، يعني سبق الجواب قبل قليل على سائلة ذكرت بأن زوجها يشتمها ويسبها، وبينا بأن هذا لا يليق بالمسلم. أما هذه القضية فيظهر والله أعلم أن يعني الزوج أخذ موقفا من امرأته بسبب مشكلة، مع أنها تتلطف معه وتحاول أن تعيد المياه إلى مجاريها، لكن يظهر أنه ما زال غضبانا عليها، وينبغي على هذا الزوج أن ينهي مثل هذه المشكلة، وأن لا يترك للشيطان مجال في تغذية الكراهية التي بينه وبين زوجته، وإنما يستعيذ بالله تعالى كثيرا من الشيطان، يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، ويحرص على العفو والصفح حتى لو أخطأت امرأته. أنا أفترض بأن الزوجة قد أخطأت، أفترض هذا مثلا. طيب، ومن الذي له الحسنى فقط، ومن الذي لا يخطئ أبدا مثلا؟ فلذلك يعود إلى أهله ويسامحهم ويعفو. الله جل وعلا يقول: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. فالمسلم دائما يعني طيب القلب، إذا حصل اعتذار من شخص أخطأ عليه يبادر إلى مسامحته والعفو عنه. فلذلك لا يترك للشيطان مجال يوسع الفجوة ويكبر المسافة بينه وبين أهله. والحمد لله ما من بيت إلا وفيه شيء من هذه المشاكل، يعني ما يخلو بيت من مشاكل، البيوت فيها، لكن تخف في بيت، تكثر في بيت، على قدر الإيمان والتقوى والعقل أيضا والصبر. فالبيوت كلها ما تخلو، يعني بيت النبي عليه الصلاة والسلام ما خلا من شيء من الإشكالات. فأما أن الزوج يتمسك ويعني يكون عنده من القسوة والغلظة الشيء الذي يوصله إلى مثل هذا الحد، يعني ماذا يريد من زوجته؟ مثلا تسجد له مثلا، يعني ماذا يريد؟ يعني ما بقي شيء إلا وقدمت اعتذار وتلطفت معه وحاولت، يعني ماذا يريد بعد ذلك؟ واجب عليه أنه يعني يكون عنده أخلاق المسلم من الصفح والعفو والتواضع والتغافل. أيضا تغافل هذه ليست بأخلاق المسلمين، يعني أن يتمسك بمثل هذه الصورة وأن يقسو هذه القسوة على أهله. والمرأة أخطأت مثلا واعتذرت، لذلك المؤمن يعفو ويصفح، لأنه سيمر في حياته يعني حوادث يحتاج فيها إلى من يعفو عنه. فإذا لم يعفو عن زوجته لن يوفق الله عز وجل غيره أن يعفو عنه، ربما يكون بأمس الحاجة. بل أعظم من ذلك عفو الله سبحانه وتعالى، ألا يحتاج إلى عفو الله يوم القيامة؟ الإنسان ما يدري متى يلقى الله، وما يدري بأي وجه يلقى الله. طيب ما يحتاج إلى عفو الله، اللي يعفو عن الناس يعفو الله سبحانه وتعالى عنه. بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688. تسأل تقول فضل الشيخ: هل يجوز تركيب الرموش الصناعية بالنسبة للعروس في ليلة زفافها؟ الحمد لله، بالنسبة لمسألة تركيب الرموش وتركيب الأظفار الصناعية، هذه حقيقة من المسائل الخلافية بين العلماء المعاصرين. معلوم بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال 5 من الفطرة أو الفطرة 5، وذكر من تقليم الأظفار. ولا شك بأن تقليم الأظفار من الفطرة السليمة التي فطر الله جل وعلا الناس عليها. فإذا كانت الأظفار الأصلية جاءت الشريعة بمنع تركها طويلة، فكيف بتركيب الأظفار الصناعية؟ فلذلك تجتنب المرأة هذا الأمر، كذلك الرموش، سواء كان على سبيل التأقيت أو الدوام. بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ: هل أذكار الصباح والمساء تقرأ بالترتيب؟ ويقول: إذا أحفظ بعض هذه الأذكار هل تكفي؟ الحمد لله، بالنسبة لأذكار الصباح والمساء هذه من السنن ولا يلزم فيها الترتيب، ومن لم يحفظها كلها أتى بالقدر الذي يستطيع، ولله الحمد والمنة. بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688. نعم. يقول عند نعم، يقول فضل الشيخ: عندنا مؤذن في مسجدنا، فيقول في بعض الأحيان عندما يؤذن يقول عنده بعض الأخطاء في أذانه، وعنده بعض الحروف التي لا تكون واضحة. فيقول: هل الأذان يكون صحيحا؟ وهل يؤثر صحة الأذان على صحة الصلاة؟ الحمد لله. أولا بالنسبة
الخطأ في الأذان لا يؤثر على صحة الصلاة، وذلك لانفكاك الجهة. فإذا أخطأ المؤذن مثلا أو لم يؤذن فالصلاة في محلها وصحيحة ولله الحمد. أما المؤذن فإذا كان هذا المؤذن مرسم، يعني من قبل الجهة الرسمية المشرفة على المساجد، فيعرض عليه لاختباره وفحصه. وأنا أعتقد بأنه ما يمكن أن يجتاز وهو عنده مشكلة في قضية الأذان، كمثلا عدم قدرته على الاتيان ببعض الكلمات أو الحروف، أو مثلا عدم فهمه وفقهه للأذان. فلذلك يعرض على الجهة المختصة. وأما إذا كان مؤذن محتسب هذا الأمر يعني فيه سعة، لكن يقال له تعلم ولا لا تؤذن. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة، يقول: الشك في عدد السجدات هل يكفي سجود السهو؟ الحمد لله، من شك أثناء الصلاة بنقصان السجدة وهو في محل الركن وليس موسوسا يأتي بها، لا بد من أن يأتي بسجدة ثم يسجد للسهو في آخر الصلاة. أما من شك بالزيادة، يعني يقول أنا شكيت بأني أنا سجدت 3 سجدات مثلا في الركعة الواحدة، فهذا يسجد للسهو بعد السلام. وذلك بشرطين: الشرط الأول لا يكون موسوسا، والشرط الثاني أن يكون في العبادة وليس بعد العبادة. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، أو تسأل تقول: حكم أن أصلي صلاة الفرض في المطبخ؟ الحمد لله. أولا بالنسبة للصلوات تصلى على كل أرض إلا المقبرة والحمام، لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقبرة وفي الحمام. والمطبخ إذا كان نظيفا ما المانع؟ إذا كانت المرأة تطبخ مثلا ووقتها ضيق ومطبخها نظيف، تضع السجادة أو تضع حصير مثلا أو أي شيء تصلي فيه ولله الحمد، لا حرج في ذلك. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل ورد حديث بأنه من صبغ شعره باللون الأسود لا يشم رائحة الجنة؟ الحمد لله، ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر فيه عن أقوام في آخر الزمان لا يدخلون الجنة يصبغون بالسواد كحواصل الطير أو الحمام. طبعا هذا الحديث العلماء اختلفوا هل المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين عقوبتهم بالنار لكونهم يصبغون بالسواد، أم أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يخبر عن أناس في آخر الزمان يفعلون أمور محرمة وكبيرة يدخلون بسببها النار، لكن فيهم صفة من الصفات التي ليس لها علاقة بالتحريم، وهي أنهم يصبغون بالسواد. قولا لأهل العلم، المسألة فيها بحث، ولذلك العلماء في حديث غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد قالوا لفظة وجنبوه هذه ضعيفة. ولهذا الأخ السائل يسأل عن الحديث الأول الذي ذكرته. نعم ورد، لكن هل هذا يعني لأنهم يصبغون بالسواد يعني عقوبة على فعلهم، أم أنهم يفعلون أفعال أخرى لكن الصفة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم لا دخل لها بالتحريم؟ نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة. يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسائل النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. أبو سالم تفضل. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سالم. حياك الله شيخنا. شيخنا وين استفسر يعني ريل بنت أخو حرمتي يعني
نعم. زين، هل يعني محرم عليها ولا عادي يستلم عليه يعني، ولا حرام يعني؟ لو تعيد مرة أخرى أبو سالم. بنت ايه يعني عندي شو اسمه، انت اخوها، لا بنت اخو زوجتي، عندها زوج يعني، بزوجها، هل هو محرم على زوجتي انها تقعد معاه او تسلم عليه وكذا يعني؟ زوج بنت أخو زوجتك، ايه، هل يجوز لزوجتك أن تسلم عليه؟ ايه، إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله عليك. جزاك الله خير بسالم، تسمع إن شاء الله الرد. بسالم فضل الشيخ يقول زوج بنت أخو زوجتي، هل هو محرم لها يجوز أن تسلم عليه؟ زوج بنت الأخ، زوج بنت الأخ. لا، هذا ليس بمحرم، الحمد لله، هذا ليس من المحارم. لذلك أخو الزوج لا يحل له أن يسلم على زوجة أخيه، فلذلك هذا ليس من المحارم. بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسائل النصية القصيرة. يسأل عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ ما حكم السترة؟ ويقول إذا كان الشخص لا يصلي إلى سترة هل يجوز أن نمر من أمامه لأنه قصر في اتخاذ السترة؟ الحمد لله، الجواب لا يجوز أن يتعمد الإنسان أن يمر بين يدي المصلي ولو لم يتخذ سترة، هذا لا يجوز. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه يعني من الإثم لكان يقف 40. قال راوي الحديث ما أدري، قال 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة. ولذلك لا يجوز، فيه نهي شديد، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بمدافعة المار بين يدي المصلي. لكن بالنسبة للمصلي الذي يؤذي الناس بحيث يصلي مثلا عند الباب ويمنع الناس من الخروج تقصدا وتعمدا، نعم، مثل هذا نعم يسقط حقه، لأن يوجد من الناس من فيه أذية، مثلا يصلي عند الباب ويطيل الصلاة، صلاة السنة، ويمنع الناس من الخروج، هذا يسقط حقه. نعم. بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعم، عن هذه المكالمة. عبد الرحمن تفضل. نعم تفضل أبو عبد الرحمن على الهواء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الرحمن. سمحت سؤال بالنسبة لصيغة الصلاة على النبي في الصلاة، مثلا نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، ولا بس في الأخيرة هذه؟ ولو قلت وعلى آل إبراهيم ما قلت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، كيف؟ الصلاة في الصلاة الإبراهيمية على النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا لما نقول التشهد نقول اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم، أو لازم نقول كما على آل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؟ نعم. الأخيرة هذه بس، هل نقول على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أو نقول على آل إبراهيم تكفي؟ إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الرحمن. سؤال أبو عبد الرحمن فضل الشيخ عن صيغة الصلاة الإبراهيمية، يقول في الصلاة في التحيات، فيقول هل نقول اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، أو نقول اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم؟ الحمد لله، بالنسبة للصلاة الإبراهيمية وردت فيها مجموعة صيغ، وفي خصوص ما سأل عنه الأخ الفاضل فيما يتعلق بذكر إبراهيم وآل إبراهيم فيها صيغتان. الصيغة الأولى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والصيغة الثانية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا اللي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسائل النصية القصيرة. يسأل عبر الرقم 6688. يقول هل يجوز الاستحمام بين الزوج
مع زوجته من غير ملابس؟ الحمد لله. بالنسبة للمسلم مطالب بأن يستر عورته عن الآخرين إلا من زوجته، كما صح بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل هو وزوجاته، يعني يغتسل مع زوجته من إناء واحد، كما جاء من حديث عائشة أن يدها كانت تختلط بيد النبي صلى الله عليه وسلم في الإناء فتقول دعني وهو يقول لها دعيني، يعني الماء. فيجوز أن يغتسل الزوجان عاريين، لأن هذا مما أباحته الشريعة، وما بين الزوجين لا شك بأنه أكبر من هذا، فلذلك يجوز. بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول: ورد حديث أن الذي يقطع صلاة المرء ثلاث: المرأة والحمار والكلب العقور. أقول: لماذا لا يجوز أن نمر من أمام المصلي ومرورا لا يقطع صلاته؟ الحمد لله. بالنسبة للمنع جاءت فيه أحاديث. النبي عليه الصلاة والسلام أمر المصلي إذا مر بين يديه، يعني بين يديه إلى محل سجوده، أن يمنعه، فإن أبى فليقاتله، يعني يدافعه مدافعة. ثم ذكر بأن هذا شيطان. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام على أن هذا المصر على قطع صلاة المصلي شيطان، وذلك أمر بدفعه صلى الله عليه وسلم. يبقى الكلام بالنسبة للبالغ، الذكر البالغ، هل يقطع الصلاة أم لا؟ هذه مسألة ثانية، يعني مسألة أخرى. فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه لا يقطع الصلاة، لأنه ما ورد في الحديث الذي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار. قال: ما ذكر الرجل. ولذلك بعض العلماء قالوا لا يقطع الصلاة ويستمر في صلاته. ومن أهل العلم من قالوا يقطع، لأن هذا أشد. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أمر بمنعه دل ذلك على أنه يؤثر على الصلاة، هكذا يقول العلماء. وقالوا لو لم يؤثر على الصلاة ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بمدافعته ومقاتلته. بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أخ مصبح، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ مصبح، تفضل. يا مرحبا. الحين بخصوص السؤال اللي قبل شوية الشيخ يتكلم عنه. مرات في الجماعة الأصلية تكون. نعم، قطعت المكالمة. لو تعيد الاتصال أخ مصبح. نعم، نعود فضل الشيخ إلى الرسائل النصية القصيرة. نفس السائل فضل الشيخ يقول الذي سأل عن السترة وقطع الصلاة، يقول: كيف نجمع بين هذا الحديث وحديث النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وعائشة أمامه ويلمس رجلها وهو يصلي؟ الحمد لله. هذه المسألة فيها بحث طويل. بالنسبة لعائشة قال العلماء أنها لم يعني تمر من بين يديه، ما مرت بين يديه، هي كانت مضطجعة نائمة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى جهتها، فكان إذا سجد غمزها فتسحب رجليها، فهي لم تمر. الكلام على المرور بين يدي المصلي. نعم. بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أخ مصبح، تفضل. أنا قطع عندي الخط. تفضل أخ مصبح. كنت أسأل طال عمرك عن مرور الناس بين المصلين. نعم. ففي مرات الجماعة الأولى تكون منتهي وتجيك جماعة ثانية تصلي، وفي ناس يتسننوا من الدفع من الجماعة الأولى. نعم. فأنت مجبر أنك تمر بين هذيل حتى تلحق الصف. هل هذا جائز ولا كيف تسوي يعني؟ إن شاء الله. جزاك الله خير. جزاك الله خير أخ مصبح، تسمع إن شاء الله رد. نعم. سؤال أخ مصبح، الشيخ يقول: في بعض الأحيان يعني يضطر الشخص للمرور من أمام من يصلي حتى يدخل في جماعة، مثلا جماعة ثانية يقول تصلي، تدخل معه في الصلاة، يدخل معهم. كيف يدخل معهم؟ يعني يقول فضل الشيخ مثلا انتهت الجماعة الأولى وبدأ البعض يصلي السنة وبدأوا جماعة أخرى يصلون، فيقول يدخل المسجد مثلا
يعني يضطر يقول أنا يمر من أمامهم حتى يدخل مع الجماعة التي تصلي. الحمد لله. يعني أنا ما أدري لماذا يضطر للمرور من أمامهم. الآن الذي يعرفه بأن المتأخر يأتي من الباب الخلفي ويدخل ليلحق الجماعة الثانية، فأنا ما أتصور كيف يقطع عليهم صلاته. فلذلك لو وضح الأخ السائل يكون أفضل. لهذا الآن إذا انتهت الجماعة الأولى وقام الناس يصلون السنة وجاءت جماعة ثانية، في الغالب أن الجماعة الثانية تكون يعني في الخلف، فيلتحق بهم إذا كان هو متأخر ويدخل من الباب الخلفي. بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسائل النصية القصيرة. يقول هل يجوز نعم، أو يريد منكم فضل الشيخ توجيه نصيحة. يقول البعض يذهب إلى المسجد بملابس لا تليق، كما ذكر من بعض يعني أشخاص يأتون بالإزار والفنيلة، فيقول ما نصيحتكم لهؤلاء؟ الحمد لله، والله كثيرا ما وجهنا النصائح بهذا الخصوص، والجهات الرسمية وخطب الجمعة أيضا تتناول هذا الموضوع. فيبقى على المسلم أن يتقي الله عز وجل. يعني الأمر لو لم يرد فيه شيء، يا أخي أدبا مع هذا المسجد أني أذهب بألبسة محتشمة، والإنسان يعمل عقله. يا أخي الآن لو أراد أن يزور أحد يروح بفانيلة وسروال، لو زاره أحد يستقبله بملابس رياضية مثلا، ما يليق يا أخواني، بارك الله فيكم. لذلك على الناس أن ينتبهوا وأن يعني يراجعوا أنفسهم في هذه المسألة، وصلى الله تعالى أن يحفظ الجميع. بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من الإخراج عبد العزيز أحمد. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله.